بص يا سيدي الفاضل، إذا حضرتك بتفكر إنك تشتري عربية في رينج من 100,000 ل 200,000 أو 250,000 بحد أقصى، في مجموعة أنا عاملها لك هنا من العربيات. اوعى إنك تحط فلوسك فيهم. وده ليه؟ لأنهم عربيات مقرفة في صيانتها، مقرفة في قطع غيارها، بل إنه كمان في ميكانيكية كتير جدا ما بيحبوش إنهم يشتغلوا في المجموعة دي من العربيات. وعلى النقيض هقول لك على مجموعة عربيات في الفئة السعرية دي تعتبر إلى حد ما عربيات ناجحة في قطع غيارها، في صيانتها، في إعادة بيعها، في إنه أعطالها نوعا ما قليلة. فالفيديو ده مهم جدا ليك لو بتفكر إنك تشتري عربية من رينج 100 ل 200 220 230. ركز كويس جدا بقى معايا في الليستة دي. أول عربية في الليستة اللي موجودة من العربيات اللي ما تحطش فلوسك فيها هي كيا برايد. العربية دي سيئة جدا ومقرفة في أعطالها وفي قطع غيارها. تاني عربية الأوبل كورسا، طبعا عربية ما تتوصاش ومش محتاج ان انا اتكلم فيها، ما تحطش فلوسك او حاول تبعد عن الأوبل كورسا. بعد كده معانا العربية رقم 3 هي فيات سينا، عربية من العربيات السيئة جدا في قطع غيارها وفيها مشاكل كتير جدا في الحرارة. بعد كده معانا كيا ريو 2001، برضو واحدة من العربيات السيئة جدا في الصيانات والميكانيكية، ما بيحبوش انهم يشتغلوا فيها. بعد كده معانا الملكة بقى بتاعت المجموعة دي دايو سبيرو، دي واحدة من أسوأ العربيات اللي انت ممكن تحط فلوسك فيها، مع كامل احترامي لكل ملاك دايو سبيرو. بعد كده معانا دايو سيليو، دي برضو واحدة من العربيات السيئة اللي صيانتها رخمة وقطع غيارها أرخم، فما تحطش فلوسك فيها. آخر عربية معانا هي رينو كيليو، برضو واحدة من العربيات السيئة جدا 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 اللي حاول انك ما تحطش فلوسك او تستثمر فلوسك فيها. طيب على النقيض بقى هقولك على العربيات الكويسة الناجحة في الفئة السعرية دي. اسبيرانزا A113، عربية محترمة جدا جدا جدا. بعد كده معانا هينداي اكسل، واحدة من العربيات الحلوة الناجحة الاعتمادية لقطع غيارها في كل مكان وصيانتها سهلة جدا. بعد كده معانا اسبيرانزا A516، برضو واحدة من العربيات الكويسة جدا في الفئة السعرية دي والناجحة، والصنايعية او الميكانيكية بيحبوا شغلها وشغلها سهل. بعد كده في عندنا دايو ماتيز، وعندنا سوزوكي ماروتي، طبعا واحده من العربيات الكويسه جدا والناجحه جدا في الفئه السعريه دي. عندنا اكسنت 2005 و2006، العربيه دي كويسه جدا جدا، ولو لقيت منها حاله نظيفه استثمر فلوسك فيها. بعد كده عندنا نوبيرا 1، هتطلع لرينج ال 230 240 220، بس واحده من العربيات الكويسه جدا. ولكن لما تشتري نوبيرا 1 حاول انك تشتري عربيه نوعا ما كهربتها تكون كويسه، يعني ما يكونش ملعوب في كهربتها، لانه اكتر حاجه مقرفه في النوبيرا 1 هي كهربتها. اخر عربيه معانا طبعا وهي الملكه بتاعت